كابتن خالد الغندور مش عاجبه ان النادي الاهلي بيطالب انه يلعب بلاعيبته ماتش بطولة قارية، يلعب بلاعيبته كاملين. يقول لك اما الاهلي بيلعب باسم مصر، امال مصر بتلعب باسم مين؟ طب انا فاهمها له ازاي دي؟ فاهمها له ازاي؟ يا عم خالد الغندور، النادي الاهلي بيلعب ماتش رسمي، تمام؟ مصر ضمنت الصعود، وماتش اثيوبيا يعتبر تحصيل حاصل. كده كده هتكسب اثيوبيا، لو بتلعب بالناشئين هتكسب اثيوبيا، سيبك من الماتش اللي احنا غلبناه هناك، تمام؟ ماتش تونس وليكن يعني تونس كسبتك، مش هتأثر على التصنيف. يعني انت كسبان الماتش اللي قبليه ان شاء الله، فبعون الله مش هتأثر على التصنيف. لكن خالد الغندور السنة اللي فاتت لما خرجت اللعيبة بتاعت الزمالك من معسكر منتخب مصر تحت حماية كابتن حازم امام، كان حلو، كان ساعتها حلو عادي. ايه المشكلة؟ لعيبة خرجت، ده كمان ايه، ده اللعيبة في الماتش اللي هم كانوا بيلعبوه ريحوهم بين الشوطين وما نزلهمش الشوط التاني، وخرجوا من المعسكر راحوا تدريبات نادي الزمالك ولعبوا المباراة، تمام؟ ورجعوا تاني المعسكر. عمري شفتها دي، انا ما عمري شفتها. بيلعبوا في الدور الكام؟ دور ال64. لكن احنا وحشين. احنا ازاي بنطالب ان احنا نلعب بكامل لعيبتنا؟ ازاي انت عايز تاخد سوبر افريقي؟ ازاي؟ حاجة صراحة لا تصدق. يعني من الاتحاد المصري. يعني النادي الاهلي طول عمره بيقف مع المنتخب. يعني يكفي في كاس العالم اللي احنا نتشنا فيه الهلال السعودي 4، انا رايح كاس العالم ده ناقص من 9 ل 11 لعيب كلهم مع المنتخب. وساعتها احمد مجاهد قاعد ينيمنا ويقول لك ان شاء الله المنتخب هيلعب بكامل نجومه والاهلي هيلعب بكامل نجومه. والمسألة ساعتها اترمخت وكبرنا دماغنا، واللي ساعد في كده ان احنا نسكت ان احنا الحمد لله ساعتها خدنا البرونزية، فما اتكلمناش كتير. لكن هو ده عيب النادي الاهلي، ده عيب النادي الاهلي، اللي هو ايه؟ اللي هو بيبدي مصلحة المنتخب على مصلحته. احنا نعمل زينا زي الزمالك، اطالب واحط لي واحد جوه الاتحاد يمشي لي اموري زي الزمالك. اشمعنى يعني؟